يوم 29/3 اللي فات كان ممكن الموضوع يكون عيد، لأن تم تحرير السفينة اللي كانت جانحة في قناة السويس، واللي قبلها ب6 أيام كان في أحاديث كتير بتحصل حوالين السفينة دي. في اللي كان بيقول هتطلع، وفي اللي بيقول لا 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 مش تطلع، وفي اللي بيقول ده سفينة هتغرق، وفي اللي بيقول نفضيها. وبقى كل الناس من الآخر بتفتي اللي ليه واللي ملوش. وظهر وقتها الشمتان، وظهر اللي بيحاول يساعد ويتضامن، وحاجات كتير قوي. في الحقيقة انا مش جاي اتكلم معاكم عن السفينة، لان في ناس كتير جدا اتكلموا عن الموضوع ده وهم احسن مني في القصة دي. ولكن النهاردة انا جاي اتكلم معاك عن الشبه اللي بينك وبين السفينة. هتقولي معقول في شبه بيني وبين السفينة؟ هقول لك ايوه. حضرتك شبه طبق الاصل، نسخة بالكربون. الفرق ان السفينة معمولة من حديد، وانت حضرتك دم ولحم وروح. عايز تعرف الموضوع ازاي؟ تابع الحلقة. وما تنساش بقى شوية الحاجات البسيطة اللي ممكن نعملها: لايك وشير لو بتشوفني على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، وما تنساش برضو كومنت كده على الحلقة. انا سعيد جمال من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. وزي ما قلنا هنتكلم عن السفينة ووجه تشابه ما بينك وبينها. هتقولي هو في وجه تشابه؟ هقولك أيوة، وكبير جدا. بس عشان تعرف وجه تشابه ازاي خلينا نبدأ من الأول. السفينة ايفر جيفن، سفينة بضائع عايزة تعدي من قناة السويس. سفينة ضخمة، بيقولوا بعض الآراء قالت إن هي بتشيل حوالي 270 ألف طن، وفي اللي قال 220 ألف طن. ارتفاعها 60 متر، يعني ممكن تقول عمارة 20 دور. الغاطس بتاع السفينة، يعني الجزء اللي حضرتك ما بتشوفوش من السفينة اللي هو فوق أصلا، أنت بتشوف الجزء اللي فوق. الجزء اللي تحت بتاع السفينة بيسموه الغاطس، حوالي 16 متر تحت المية، بالإضافة لطول السفينة اللي حوالي 400 متر. يعني ممكن تقول كده حوالي 4 ملاعب من ملاعب الكرة القدم بتاعتنا. السفينة دي ماشية بسرعة 14 عقدة، مع العلم ان السرعه في القناه من 7 ل 8 عقده بس. كان في هوا شديد جدا في الوقت ده، او الطقس كان وحش لدرجه ان قالوا ان هو ده ممكن اللي يتسبب في خلل في السفينه، فعشان كده لفت. سرعه الرياح كانت 74 كيلو متر في الساعه، وده اللي ممكن يكون سبب خلل غير عادي، وعمل من الكونتينرات او الحموله بتاعه السفينه زي شراع يوجه السفينه بشكل غير عادي. ده اللي احنا عرفناه عن السفينة، او المشاكل برضو اللي واجهت شوية حاجات كده في السفينة. انت بقى خليني اعرفك بيك بالظبط انت عامل ازاي. زي ما السفينة بتشيل 270 الف طن من البضائع، حضرتك شايل كمية هموم في حياتك ليس لها حصر. هم البيت، هم العيال، هم الدراسة، هم ان انت عايز تتجوز، هم ان انت عايزة تشيلي بيتك، هم ان انت عندك مشاكل مع جوزك، هم ان انت عندك مشاكل مع مراتك، هم ان الدنيا كلها ضدك، هم ان الدنيا كلها مش عايزة تديك اللي انت عايزاه. كل واحد ما عندنا شايل هموم ممكن توازي 270 الف طن بتوع السفينة دول. ولما هنيجي نتكلم عن الغاطس بتاع السفينة اللي قلنا ان هو 16 متر تحت المية، يعني حاجة محدش بيشوفها غير لما ينزل تحت المية. نفس الوضع، حضرتك جواك حاجات محدش يقدر يشوفها غير لما يغوص في أعماق حضرتك. وده لو حد قدر يغوص بقى فعندك كتير قوي من المشاكل اللي ممكن تواجهك. اما بقى لما نيجي نقارن حضرتك بسرعه السفينه اللي كانت 14 عقده، فحضرتك ماشي في الحياه بسرعه البرق. ممكن ما تشوفش اللي جاي من اليمين ولا اللي جاي من الشمال. كل اللي انت شايفه ان في حاجات كتير بتواجهك في حياتك، وعايز توقفها وعايز تفرق ما بينها. اما بقى لو اتكلمنا عن سرعه الرياح اللي هي 74 كيلو في الساعه واللي كانت بتواجه المركب، فحضرتك كل يوم بتواجه مشاكل واعباء، بتواجه حاجات بتقف قدامك، بتواجه ناس بيهاجموك، بتواجه ناس، حاجات كتير جدا. من الاخر حضرتك زي المركب دي، بمجرد ما غرزت ظهر حاجات كتير قوي على السطح. ظهر الشمتان اللي يتمنى ان المركب دي ما تقومش تاني. نفس الموضوع، لو حضرتك وقعت او حصل لك مشاكل في حياتك هتلاقي اللي يتمنى ان انت ما تقومش منها، ويتمنى ان هو يكسرك ويدوس عليك كمان.
وظهر الشخص اللي مش عارف اي حاجه خالص، هو مش فاهم اي حاجه، مش فاهم ايه اللي بيحصل، لا هو عارف اهميه المركب دي، ولا هو فاهم اهميه البضاعه، ولا عارف اهميه ان قناه السويس تتسد. نفس الموضوع هتلاقي في حياتك ناس كده، هم لما انت بتقع في مشكله هتلاقيه مش عارف المشكله دي هتسبب لك ضرر قد ايه، هو مش عارف. هتلاقيه هو واقف حيران، يساعدك ولا لا، يقف جنبك ولا لا، هو مش عارف الازمه اللي عندك دي لو حلتها هتفيده هو ولا هتفيدك ولا هتفيد مين. حد كده واقف في النص، لا هو طالع ولا هو نازل، رأس على السلم. وهتلاقي بقى المتعاطف معاك اللي بيتمنى ان انت تخلص من الازمه اللي عندك. زي ناس كتير جدا كانوا عمالين يدعوا ويقولوا يا رب المركب تتعدل، المركب تتحرر، المركب تتعوم وتمشي في القناه عشان الدنيا تفتح، وكان عندهم تخوف غير عادي وبيقولوا يا رب بقى الاقتصاد ما يتضرش. نفس الموضوع هتلاقي في حياتك ناس عندهم استعداد يعملوا اي حاجه عشان حضرتك تخلص من اي مشكله او اي ضغوط في حياتك، بيساعدوك على قد ما يقدروا، بيحاولوا على قد ما يقدروا يبذلوا الغالي والثمين من اجل ان انت تطلع من المحنه دي. الفكره بقى مش في الناس اللي ظهرت، الفكره مين اللي هيساعد. زي ما شفنا الصوره دي، الصوره دي بتفكرك بحاجه معينه كده، عارف ايه هي؟ المركب، وان في حفار صغير او كراكه صغيره بتحاول تطلع الطين اللي تحت. على فكره ما تحاولش تصعب الامور، ما تحاولش تفهم غلط. شايف انت الصوره دي؟ بالظبط، ده عباره عن تمساح فاتح بقه، التمساح فاتح بقه عشان طائر صغير يخش ياكل منها ويسلك له اسنانه ويحوش له الميكروبات اللي جوه، لان دي طبيعه الكون. نفس الموضوع السفينه العملاقه دي اللي يقدر ينقذها هو الكراكه الصغيره. ايوه يا فندم، الكراكه الصغيره اللي انت شفتها هي دي اللي انقذت السفينه. بالظبط في حياتك هتلاقي في شخص ضعيف جدا من وجهه نظر الكل، ممكن يكون ضعيف ماديا او ضعيف جسديا او حتى ضعيف عقليا، بس ده في نظرهم هم بس خلي بالك ممكن ده القوي جدا 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 اللي يطلعك من الازمه بتاعتك. بتلاقيه هو اللي يقف وراك ويساندك ويزقك بشكل غير عادي عشان تطلع من الازمه دي. هو يهمه ان انت تبقى قوي، يهمه ان انت تنجح، يهمه ان انت تخرج من الازمه دي، عشان كده بيساعدك على قد ما يقدر. ايمانك ان الشخص اللي قدامك الضعيف اللي الكل شايفه زي الحفار ده او الكراكه دي كلهم شايفينه ان هو ما يقدرش، خلي بالك ان الشخص ده ايمانك انت بيه ممكن يخليه يبقى قوي ويساعدك ويتحرك معاك ويخليه يقول لك انا اللي اقدر اساعدك واتحرك معاك قدر الامكان. وفعلا بتلاقيه هو اللي واقف في ظهرك، وهو اللي بيقول لك يلا ما تخافش انا معاك، هطلعك من الازمه دي، انا اللي هعومك. الدنيا بالظبط عامله زي الميه، زي قناه السويس، عامله فيها ميه، مكان فيه ميه، المركب حتى وهي عايمه بتتهز يمين وشمال. الفرق كله ان انت حضرتك ازاي يكون عندك اتزان في الميه دي. انت زي المركب بالظبط ماشي في الميه دي، حاجه من اتنين، يا تمشي بثبات وعارف طريقك كويس، يا اما فجاه هيحصل تجنيح وهتجنح، ولو جنحت لا قدر الله ممكن تلاقي اللي يساعدك زي ما الكراكه ساعدت السفينه دي، وزي ما الابطال بتوعنا اللي قدروا يحرروا السفينه ساعدوا السفينه دي. ولكن في ناس تانية ما بتلاقيش حد يساعدها، بيفضلوا ماشيين لغاية المركب ما تتقلب، وقتها للأسف بيبقى النهاية. ممكن تكون نهاية بداية. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ساعات النهاية بتبقى بداية، رب ضارة نافعة. العالم كله قال مصر انتهت خلاص، لا قناة سويس بعد اليوم، خلاص الموضوع انتهى ومفيش حاجة اسمها قناة السويس، الدنيا انتهت، سيبك من الكلام اللي بيقولوه، خلاص احنا ضعنا. بقى الاطفال بره بيعملوا العاب عباره عن جيمز، يقولوا لهم في اللعبه ازاي تحرر السفينه بالعقل، اللي يجيب لك مثلا جودزيلا وهي شايله السفينه، واللي يتريق يجيب ميكي ماوس وهو بيشيل السفينه. الفكره كلها مش التريقه اللي هم قالوا عليها، لان التريقه زي ما قلنا ممكن تكون نافعه. اللي حصل ان في ناس فعليا، انا شفت ناس ما يعرفوش حاجه اسمها مصر نهائيا على الخريطه، عمرهم ما سمعوا عنها. بعد اللي حصل ده بقى يدوروا على مصر، بقى عايزين يعرفوا مركز مصر. بالعكس العالم كله اللي كان عارف مصر بقى يعرفها اكتر من الاول، وعارفين قد ايه قوة مصر واتزان مصر كويس جدا، وعارفين اهمية قناة السويس. الاكتر بقى ان عرفوا ان مصر بقى فيها كوادر كويسة، وعرفوا ان الكراكة او الحفار اللي كان بيشيل الطين عشان يحرر المركب دي، عرفوا ان هو قوي جدا
وإن هي أداة عقلية، مش مجرد أداة وخلاص، ومش مجرد كلام وخلاص، مش مجرد إن هو قاطرة بتشد مركب وخلاص، لأ، الموضوع عبارة عن عمل جماعي ناس كتير بتقدمه وناس كتير عندها استعداد تضحي عشان تخلصه. ممكن تكون النهاية اللي أنت معتقد إن أنت خلاص انتهيت بعدها، أو الوقعة اللي أنت وقعتها وقمت بعدها ممكن في نظرك تكون نهاية، لكن هي بداية. عرفت فيها مين هيقف معاك ومين مش هيقف معاك، عرفت مين هو بيقول لك أنا معاك للآخر، وعرفت مين اللي هيسيبك في نص الطريق ويمشي هو ويسيبك. وزي ما مصر اتشهرت بسبب السفينة، أنت ممكن كمان تنجح بسبب وقعة. أغلب الناس الناجحين في العالم اللي بنوا ثروات كانت وقعوا في وقت غريب جدا. يعني راجل مثلا بتاع كنتاكي، راجل في السن الثمانينات تقريبا، وقع وقعات غير عادية. آخر خسارة كان قبل ما يموت بوقت قليل، والوقت مطاعم كنتاكي من أشهر المطاعم في العالم. الفكرة مش إن أنت تقع، الفكرة إن أحيانا الوقعة دي ممكن تكون خبطة عشان تصحيك. في فيلم عجبني قوي اسمه الأسد الملك، سيمبا واللي هو بطل المسلسل لما القرد خبطه على دماغه الخبطة دي قال فوقتني، فوقتني غيرتني تماما. فلما لانا الأسد اللي كانت معاه بتسأله، بتقول له ايه اللي حصل وايه التعويرة دي، قال لها دي خبطة فوقتني. دي حقيقة، الخبطة ممكن تفوقك، ممكن تغير كل حاجة في حياتك، ممكن تخليك انت انسان تاني من نقيض إلى نقيض. العبرة مش بالحجم، العبرة بالقوة، العبرة بالنجاح، العبرة بإن الشخص اللي يقف معاك في ظهرك ويساندك، العبرة إن تحقق اللي أنت عايزه وأنت مؤمن إن أنت تقدر تعمله. خليني أقول لك، إذا كانت المركب دي اتحررت واتعومت وخلاص مشيت من قناة السويس، والحمد لله قناة السويس رجعت اشتغلت والدنيا بقت كويسة جدا هناك، دلوقتي عايز أقول لك حاجة، أنت ممكن تكون مركب تانية، أنت ممكن تكون ايفر جيفن تاني، أنت ممكن تكون مراكب كمان من كتر الوقعات اللي بتاخدها ومن كتر الإخفاقات اللي بتقع فيها. بس الأهم تختار الحفار اللي يساعدك كويس، تختار الحفار اللي يقدر يشيل الطمي اللي تحتيك ويكون معاك. ممكن الحفار ده يكون مين؟ ممكن تكون زوجتك، ممكن تكون أولادك، ممكن يكون صديق حميم ليك، ممكن يكون أقرب الناس ليك، ممكن يكون دراعك أنت كمان وشغلك واجتهادك، ممكن الحفار ده يكون فكرة صغيرة في دماغك. الحفار ده أو الكراكة دي عبارة عن أفكار، ممكن تكون فكرة عندك صغيرة أنت شايفها ولا تسوى حاجة، بس خليني هقولك هتساعدك كتير. في بداية إن أنا باعمل فيديوهات على اليوتيوب كان ناس كتير سألتهم إزاي أبدأ، في ناس قالوا لي لازم تشتري كاميرا، ولازم يكون عندك سيستم إضاءة كويس جدا، ولازم يكون عندك مايكات معينة، ولازم يكون عندك برامج معينة تعمل عليها مونتاج. الموضوع كان معجز جدا، لقيت نفسي هصرف مبالغ باهظة، مبالغ كبيرة جدا، وأنا ما عنديش المبالغ دي. هتصدقني لو قلت لك ان انا بصور بعباره عن موبايل بسيط جدا ومايك زي ما انتم شايفينه، بسيط جدا، انا ما اتكلفتش حاجه فيه، الموضوع بسيط. الاستوديو بتاعي عباره عن حته صغيره متر في متر في بيتي بصور بيها، المونتاج على اللابتوب اللي املكه واللي امكانياته ممكن تكون ضعيفه بالنسبه لبرامج المونتاج، بس بالحمد لله بقدر استخدمه. هي دي الكراكه بتاعتي اللي ممكن تساعدني. ممكن الكراكه بتاعتك اللي تساعدك فكره بسيطه، كلمه بسيطه. اهم حاجه تختار الكراكه اللي تساعدك، حاول تختار الكراكه الصح عشان تنجح في حياتك. لو عجبتك الحلقه اديني كراكه بقى بالمره، اعمل لي كراكه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وكمان اديني كومنت. بس ما تنساش خليك كراكه للناس اللي محتاجينك، وخلي الناس القريبين منك اللي تقدر تكون تساعدك في حياتك خليهم الكراكه بتاعتك. اهم حاجه اختار الكراكه الصح. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.